أنا أعتقد أن أي شخص أو عالم أو حكومة تسكت عن هذا النظام السوري فهم آثمون. آثمون، لأن هذا النظام يجب إسقاطه، شرعا يجب إسقاطه وعقلا يجب إسقاطه. نظام خبيث، نظام فاسد، نظام قمعي، حطم سوريا، عطلها عن الحضارة، عطلها عن التنمية. سترون إذا حبيتوا نعطيكم الأرقام، سوريا في التعليم، في الصحة، في البنية التحتية، في كل المجالات، في كل المجالات من 12 معيار يتنافس عليه العالم، سوريا دائما في الأرقام المتأخرة المتخلفة. الذين يدافعون عن النظام، أنا مستغرب، يدافع عن ماذا؟ هنا يبقى فقط قضايا مصالح شخصية. أما أي واحد واعي يفهم ماذا يجري في العالم وماذا يجري في الحضارات يجب أن يسقط هذا النظام. والذي نراه يوميا من أحداث بقتل الناس بهذه الأعداد، القتلى 2000 والجرحى فوق 10,000 والأسرى في السجون فوق 20,000، ما هذا القمع؟ أين هذه القوة في مواجهة تحرير الجولان وإسرائيل؟ أين كانت؟ 40 سنة ساكت هذا النظام. الناس في حرقة، الناس تغلي على هذا الصمت اللي قاعد يقتل السوريين. وهم السوريون أحسنوا عندما أطلقوا على جمعة من جمعهم صمتكم يقتلنا. فعلا صمتنا يقتلهم. والأسوأ من الصمت هو بعض العلماء الذين أيدوا النظام السوري من داخل سوريا وحتى من بعض الناس من خارجها. هذه مهزلة لما يكون باسم الدين يبرر للقتل ويبرر للإجرام. أنا أدعو من خلال منبركم هذا القوي، هذا منبر قوي جدا، منبر الMBC رقم 1 في الإعلام العربي حاليا، أدعو كل عالم ساكت حتى الآن سواء داخل سوريا أو خارجها أن يتكلم، وأدعو الذين أيدوا هذا النظام أن يستغفروا ويتوبوا ويغتسلوا 7 مرات من النجاسة التي أصابتهم من هذا النظام، لأنه نظام نجس يجب أن نتبرأ جميعا منه.